مساء الخير، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عادل عطله، استشاري نساء وتوليد العقم متاخر الانجاب. النهارده هنتكلم على موضوع يعتبر مهم جدا بالنسبه لكم، الاورام الليفيه. هو اسمها يخض شويه انا عارف، بس هي فيها كلها حاجه تكاد تكون درجه دلوقتي موجوده عند سيدات كتيره جدا جدا، حتى ممكن تكون موجوده عند بنات لسه متجوزين حديثا اللي هم نيوري ماريد يعني. فكره الاورام الليفيه يا جماعه هو عباره عن مجموعه من التليفات او اللي هنقول التكتلات الليفيه اللي ممكن تظهر في الرحم من جوه. لو جينا بصينا على الموضوع ده هنلاقي ان هذه التكتلات اللي فيها الاورام الليفيه دي بتكون نتيجه ارتفاع هرمونات معينه عند السيدات، اشهرها هو الهرمون الاستروجين او الاستروجين. زياده هذا الهرمون في فتره معينه اثناء فتره الخلود بتاعت الست بترفع احتماليه ان يكون عندها هذه الاورام الليفيه. طب يا دكتور مشكله الاورام الليفيه دي ايه؟ مشكله الاورام الليفيه مشاكل كتير جدا متعدده. اكثر المواضيع المؤثره في حياه السيدات بيكون لها ارتباط قوي جدا 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 بموضوع الخصوبه وحدوث الحمل وفي نفس الوقت كمان استمراره او وجود نزيف خارج نطاق الحمل، هي الاورام الليفيه. الاورام الليفيه ممكن تكون موجوده في اكثر مكان جوه الرحم، طبعا هو جرى عرف ان هي موجوده في 3 اماكن رئيسيين. الرحم لو بصينا على الجدار بتاعه لان هو ليه سمك تمام وليه جزء تجويفي داخلي، يعني الرحم لو جه شكل قدامنا موجود بهذا المنظر هو عباره عن جسم خارجي وجوه فيه تجويف. التجويف ده هو المكان اللي بيحصل فيه الاتصال بتاع البويضه او الجنين بعد ما يحصل تلقيح للبويضه ويبتدي يكبر جوه الرحم. المكان الطبيعي للحمل هنلاقي ان هو متقسم ل3 بارتيشن او 3 اجزاء. هنلاقي في الجزء الداخلي هي منطقه الكافيتي، في منطقه اسمها سب ميكوزا او المنطقه اللي بتبقى داخله او ملاصقه او مواجهه لهذا التجويف، منطقه الماسكولوزا وهي منطقه العضلات اللي موجوده، واخيرا منطقه السلوزا هي المنطقه الخارجيه. المكان بتاع الورم الليفي وتكوينه بيأثر تأثير كبير جدا جدا على حاجات كتيره ليها علاقه بيها. يعني لو هنفترض جدا ان هذا الورم الليفي حجمه كبير وموجود جوه التجويف الرحمي، اذا هيكون بيعمل نوع من انواع التضارب مع عمليه التصاق الجنين وتكوينه واستمرار الحمل جوه. يعني ممكن تمسك في مكان جنب الورم الليفي وده هيؤدي الى صعوبه مسك الجنين في المكان ده، ومع الوقت ممكن يحصل نزيف وممكن يؤثر الى نوع من انواع الفصل بسيط في المشيمه في تكوينها بالاول خالص، او حتى كيس الحمل ايفن، وممكن يؤدي الى سقوط او عدم استمرار الحمل. ده رقم واحد في يخص الورم الليفي او يمنع حدوث الحمل اصلا من الاول. طب الشق الثاني اللي هي الماسكولوزا بيكون حجمه كبير شويه لان بيبقى التغذيه الدمويه في المنطقه دي عاليه جدا جدا بالنسبه للرحم، فبالتالي برضه بيكون له تاثير على استمراريه الحمل وتكملته. طب اخر شق فيهم هو الشق الاخير الا هو وجود هذا الورم الليفي في الجدار الخارجي من الرحم، يعني هو باصص لبره مش باصص لجوه. لو باصص لبره اشهر الحاجات اللي بتعملها هو حاجه اسمها كرونيك بلفيك كونجكشن او بنسميه احتقان او بنسميه التهاب مزمن في منطقه الحوض نتيجه الاحتقان والضغط بتاعه تمام في هذا المكان، فتلاقي الست دايما بتشتكي ان في تقل وفي دايما هافنس في المكان ده. طب يا دكتور السؤال اللي دايما بساله، يا دكتور هو الورم الليفي ده خطر؟ هو ليه خطورات طبعا وممكن يكون في منه مشاكل زي ما قلنا ليها علاقه بحدوث الحمل او حتى ايفن مشاكل اثناء عمليه الولاده لو هنفترض الحمل كمل عادي خالص. اشهر زي ما قلنا نزيف. طب يا دكتور هو في خطوره؟ لا، هو خطورته تتمثل في حاجه واحده بس، انه ممكن يقلب ورم لا قدر الله ورم مش كويس او خبيث، بس هذا الاحتمال ضعيف جدا جدا جدا. النسبه بتاعته 0.05 يعني 5%، وهي نسبه لا تذكر قصاد الاورام الثانيه اللي احتماليه تحولها لاورام لا قدر الله خبيثه كبيره، لكن ده ورم صعب قوي او نادر جدا ما يحدث انه يتحول الى ورم خبيث، الا في حاله واحده ان تكون السيده دي عندها حد من اهلها قبل كده تمام ناحيه مامتها او خالتها، يعني حد له علاقه بالجين او توارث عائلي ان هم كانوا بيعانوا من وجود اورام خبيثه لا قدر الله، بصرف النظر عن المكان اذا كان اورام في الرحم او عنق الرحم او في الثدي.